السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله زي ما انتم شايفين كده نعمل مع بعض الرقاق. شايفين بقى طالع ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين شكله عامل ازاي؟ وكمان العجينة بتاعته مظبوطة جدا. انا نزلت كده يا جماعة قبل الوقفة، يعني لا يوم الوقفة بتاعت رمضان نزلت عشان اشتري شوية خضار وحاجات، لقيت الناس كلها جايبة شينة رقاق. ايه ده ليه يا جماعة؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى الرق في رمضان؟ رحت قلت ممكن يكون عشان البط بقى وتسقيت، تسقيت رقع على البط بقى وكده. رحت قلت لا، طب وليه؟ انا عندي شويه دقيق، إيه اللي يخليني اروح اشتريه وانا عندي الدقيق؟ وقمت مروحه البيت جري على شويه دقيق، معبره الدقيق وعجناه وعملته، طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هوريكم كمان طريقة للفرد او النشر بتكون سريعة جدا، مش زي الطريقة القديمة اللي بنفضل بقى ساعة واحنا نفرد في فطيرة واحدة. وهقول لكم ازاي الفطيرة تكون طرية معاكم ولينة وتمشي في النشابة بسرعة جدا عشان تخلصي بسرعة. شايفين الكمية ديت كلها يعني خدت معايا في حدود ساعة ونص ساعتين مش اكتر، لان طبعا طريقة الفرد بتاعتي كانت سهلة جدا. يلا بينا بقى عشان ما نطولش الفيديو. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي بقى شويه دقيق اللي انا قلت لكم عليه ده، شويه صغنون كده بتاع يعني 25 كيلو. هو كان 20 بتهيألي، هو 20 يا 25 حاجه زي كده. بصوا بقى، اول حاجه الدقيق بتاعي لازم يكون اللي هو يعني في البلد بيقولوا عليه زيرو. لا فينو. احنا هنا بنقول عليه زيرو، يعني احنا في مصر بنقول عليه دقيق زيرو، لكن في البلد بيسموه اللي هو دقيق الفينو. فاي يعني دي يا جماعه بس يكون يا ريت يكون اللي هو الدقيق العادي جميع الاغراض للمخبوزات، يعني ما يكونش الدقيق اللي هو لونه اسود الغامق. طبعا عشان ليه بقى؟ هو لو هيتفتي لو هنسقيه في شوربه وكده يبقى عادي، لكن عشان ينفع ان احنا نعمله باللبن، عشان نعمله باللبن لازم يكون الدقيقه اللي هي الفاتحه اللي هي بتاعت جميع المخبوزات. بصوا بقى، حطينا العيار بتاعنا في الطبق. بصوا يا جماعه انا عبرته عشان خاطر اقول لكم هي الكميه قد ايه، الكميه جابت قد ايه، لكن غير كده انا هو بحط الميه كمان من غير مقدار، فكان ممكن ان انا احط الدقيق من غير مقدار. انا عبرته والشويه دول يعني حوالي كده بتاع 4 كيلو. شايفين ما شاء الله من 4 كيلو عمل لي يعني كميه قد ايه. طبعا انا بنتي اللي كانت بتصور فطلعت عيني في التصوير زي ما انتم شايفين بقى، يعني مره تجيب ومره ما تجيبش كده، يعني هو الحمد لله. بصوا بقى، اهم حاجه بوريكم العجينه بتاعتي بعد ما عجنتها كويس. بصوا بقى العجينه ما تكونش ناشفه وما تكونش طريه ملزقه. شايفين عامله ازاي؟ يعني ماسكه نفسها كده، يعني مايله لان هي جامده شويه وفي نفس الوقت مش ناشفه، لا يعني طريه. سبتها بقى لغايه لما ارتاحت خالص، كاني هنشف فطير، كاني هعمل فطير مشلتت بالظبط. زي ما سبت الفطير المشلتت يرتاح، يعني زي ما انتوا بتسيبوا الفطير المشلتت يرتاح سيبوا كمان العجينه بتاعت الرقاق ترتاح. خليها ترتاح خالص عشان لما تيجي تقطعيها تبقى لينه وطريه خالص يعني يا جماعه شايفين لما ارتاحت بقت عامله ازاي؟ اظن باينه انا بقطعها. هجيب بقى عندي هنا طبق واحط فيه شويه دقيق، يعني شويه حلوين كده قد طبق بتاع غرف، وهبدأ بقى ان انا اقطع الكور بتاعتي فيه. هتقطعي بقى كور كده بتاع 7 8 9 10 كور كده. ليه؟ عشان يرتاحوا شويه برضو، عشان لما تيجي تفردي، هو ده السر اللي انا هقوله لكم عليه بقى دلوقتي، عشان لما تيجي تفردي العجينه تتفرد في ايدك بسهوله جدا. هتلاقي الفطيره كده هي يعني هتلاقي ان الشبه شغاله لوحديها، عماله تفرد لوحديها مش محتاجاكي. بصوا يا جماعه بتفرد ازاي. دي كمان كده كانت اول فطيره معايا فما كانتش بتفرد بسهوله. كل ما العجينه ارتاحت، كل ما الكور اللي انت عاملاها ديت قعدت وارتاحت، كل ما هتلاقيها اتفرد بسهوله جدا. بصوا بقى، انا مش واخده راحتي في التصوير، يعني مش عارفه ان انا اصور كويس، بس ما علينا، يعني حلو مش وحش. بصوا بقى طريقه الفرد ديت، ان انت هتلفي العجينه على النشابه بالشكل ده، وتروحي شاده النشابه من الاطراف، يعني تمسكيها من الطرف ده ومن الطرف ده وتروحي شدها كده. شايفين؟ ما تقدريش بقى تعملي في ايدك كده زي ما كنا بنعمل الاول، نفضل نفرد في ايدينا كده لغايه لما كتفنا نحسها ان هي اتخلعت مننا ونبقى مش قادرين. لا، هي الطريقه ديت يمكن يعني معلش هتوجع لنا ظهرنا شويه. هي عامه الطريقتين هيوجعوا الظهر، يعني لان اللي بينشب عارف الكلام دوت، بس هي برضو مريحه شويه واسرع. بصوا بقى العجينه انها ارتاحت معانا، شايفينها بتمشي ازاي في النشابه؟ ده اللي انا بقول عليه. واظن واضح جدا ان العجينه مظبوطه، والا كانت اتقطعت
لان العجينه بتاعتنا لو طريه هتشرب دقيق كتير جدا. انتوا شايفين اهوت انا ما بحطش دقيق ولا اي حاجه، انا عماله افرد على كده دوبك، بس حطيت دقيق في الاول وعماله افرد على كده. طبعا لو طريه او معايا هتحتاجي قد العجين اللي انت عجنتيه دقيق عشان تعرفي ان انت تفرديها، ولو ناشفه مش هترضى تمشي في النشابه مهما ريحتيها، مش هتمشي بالليونه ديت. لازم تكون يا جماعه عجينه كده يعني ايه وسط. شفتوا الفطير المشلتت؟ نفس العجينه، نفس العجينه بتاعه الفطير المشلتت بالظبط. الحركه اللي انا بعملها دي عشان لو الفطيره عليها دقيق تاني يتك من عليها، بس طبعا انا عندي ما كانش عليها دقيق يعني، بس عملتها احتياطي برضو. بصوا بقى مولعه الفرن لغايه لما سخنت. هدي بقى الفرن بتاعتك خالص، يعني ازيد من الشمعة بشويه. ليه؟ علشان خاطر انتي اللي بتنشبي، لو في حد تاني قاعد على الفرن ممكن يعلي سنه، لكن عشان انا اللي بنشف فهديتها شويه عشان على ما الحق على ما اعمل الفطيره اللي قدامي يكون اللي في الفرن ما اتحرقتش، لا تكون يا دوبها خلاص استوت. بصوا بقى انا الرقاق الاولاني دوت نشرته يعني جامد جدا، فردته على الاخر لغايه لما بقى خفيف جدا جدا جدا، فمش هيطلع فقاعات كده ولا هيتنفخ زي اللي هعمله بعدين. ديت اتنفخت لان ديت انا ما فردتهاش قوي يعني زي الباقي، كانت اول واحده. لكن الباقيين اللي انا هعمله كله مش هيتفرد بالطريقه ديت. ليه؟ لان انا يعني فردها على الاخر، لما تفردي العجينه على الاخر ما بتديهاش مساحه ان هي تتنفخ. لكن لو انت عايزاها تتنفخ وتبقى بالشكل دوت زي بتاعت بره، ما تفرديش العجينه على الاخر، يعني خلي فيها سمك بسيط خالص بحيث ان هي تديك الفقاعات اللي هي بتاعت بره ديت. طبعا انا هنا محمراها مديها لون لان انا هفته في اللبن، وبحب طعم الغامق دوت، يعني بحب طعمه قوي في اللبن. طبعا انت لو حابه تطلعيها بيض زي بتاع بره براحتك خالص. طبعا النار هاديه عليه خلاص، هو استوى واتقرمش جوه الفرن، يعني نشف جوه الفرن مش محتاج ان هو يطلع ينشف بره. فبالتالي لما تيجي تفتيه هتلاقيه كله يا دوبك اول ما تحطي عليه اللبن او الشوربه هتلاقيه كله يعني هبط معاكي كده وبقى دايب. طبعا انا محضره طبق عندي، طبق اللي هو بتاع الغسيل مصبنه كويس طبعا، وفرده فيه ملايه نضيفه، واللي اطلعها وبحطها فيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا طبعا انا مخليها لغايه لما احمر عشان زي ما قلت لكم، لكن طبعا الحتت البيضه برضو نشفت خالص واستوت تماما. ده اللي هو الاولاني اللي انا هسقيه في لبن او شوربه. تعالوا بقى اوريكم بالتاني اللي هو الفطير الصغنن، صغرته شويه عن ده، شايفين دول 2 يا دوبك خدوا الصاجه بتاعه الفرن. التاني بقى هعمل 3 على قد الصاجه. طبعا النار لما تكون هاديه عليه انت كده بتديله مساحه ومسافه ان هو ايه يعني يستوي ويقرمش. لكن النار لو عاليه هتلاقيه اتحرق، هتلاقيه طالع معاكي طري، فمش هيبقى مقرمش خالص. فعشان كده بقولك برضو هدي النار، حتى لو في واحده بتنشف واحده قاعده على الفرن برضو النار بتاعت الرقاق ما بتبقاش عاليه، بتبقى هاديه شويه. شايفين بقى الفرد؟ انا المره اللي فاتت فردتلكوا بالراحه، المره دي بقى مسرعه الفيديو شويه. شايفين؟ باخد جنبي جنبي كده، بحاول ان انا كل مره يعني الف النشابه. شايفين الناحيه اللي خدت منها يعني اخد كده بطرف النشابه من على الجنب واروح فارده قدامي، اخد من على الجنب واروح فارده قدامي. شايفين؟ هو يمكن ما يكونش واضح قوي عشان بنتي هي اللي كانت بتصورني، وساعات ابني، يعني بنتي دي صغيره يا جماعه 6 سنين معلش يعني عشان كده العصايه السيلفي ما كانتش جايبه ايدي خالص، عشان كده معرفش ان انا اصور بيها. شايفين بقى؟ افردوه كده زي ما انتوا حابين. طبعا دوت من الرقاق اللي هو اتفرد قوي، اللي هو اللي بتاع التسقيه مش بتاع الصواني. وشايفين برضو العجينه لما جيت اخد منها المره التانية لما ارتاحت اكتر، بصوا بقت عامله ازاي. بصوا يا جماعه بقت عامله زي اللبانه، شايفين عامله ازاي؟ تحفه ما شاء الله. فعشان كده بقولك كل ما ارتاحت، كل ما ريحت العجينه، كل ما عرفت انتي اصلا تنشبي الرقاق بسرعه جدا، وهتلاقي نفسك عملتي ما شاء الله كميه كبيره وما خدش معاكي وقت خالص. يعني انا اللي خلاني طولت كمان ان عيالي كانوا معايا مش عارفه اعمل حاجه منهم، وابني الصغير اللي عنده 1 و3 شهور طلع عيني الصراحه.
كل شويه يمسك في العجينه والنشابه وياخدها وعايز يديني بيها على وشي. بصوا بقى الكرة، حطيها بقى كده، ريحي في الدقيق. طبعا يكون انتي قدامك بتاع 3 4 كور كده لسه ما اتنشبوش، وابدأ قطعي كميه جديده. ليه؟ عشان على ما تنشبي القديم يكون الجديد ارتاح. طبعا الناس بتوع البلد اللي هم اصلا واخدين على النشب والكلام دوت هيفهموا الكلام اللي انا بقوله. بصوا بقى يا جماعه، دوت اللي هو بتاع الصواني اللي انا قلتلكوا عليه، ده صغرته شويه. ده كمان يعني هي اللي في النص ديت هي اللي صغرتها، وباينه قوي كمان. بصوا الفقاعات بتاعتها عشان طلعت ازاي، عشان خاطر ان انا ما فردتش الفطيره قوي. بصوا لما ما فردتش الفطيره قوي عملت ازاي، زي بتاع بره اهو. مش بتاع بره بتشتروه زي كده اهوت. ابني يا جماعه جاي اللي انا بقولكوا عليه اهوت يا جماعه. بس يعني ما بيكونش احمر كده ولا فيه الحتت الحمرا ديت، لا انا بقى طبعا يعني ارسى عليه في السوا شويه اهوت يا جماعه. هعمل بقى كميه بالشكل دوت وهوريها لكم دلوقتي. شايفين؟ ديت عملتها لصواني الرقاق اللي هي باللحمه المفرومه، والباقي دوت للتسقيه اللبن او الشوربه. شايفين بتاع الصواني جميل ازاي؟ ده بتاع الصواني. ده بقى يا دوبك نحط عليه الشوربه كده ونعمل بيه احلى صواني رقاق باللحمه المفرومه، ولا هنعوز بقى نشتري من بره. وطبعا بره بقى غالي جدا، بقى الكيلو بتاعه ب50 و60 جنيه. ويا دوبك يعني لو عملت بيه صينيه يا دوبك هاخد اكتر من نصه. ولو فتيته تسقيه لبن او شوربه يا دوبك الكيس هيتفت كله بتاع الكيلو، لان طبعا زي ما انتوا عارفين بتاع بره بيبقى هش جدا. لكن دوت يعني هما 2 بس هيملوا الصينيه. يا ريت بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو حاسين نفسكم استفدتوا منه اي معلومه حتى واحده، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وكمان الاشتراك للقناه. وانزلوا تحت دوسوا على زر الجرس وفعلوها على الكل عشان يوصلك كل جديد. اللايك يا جماعه بالله عليكم ما تستخسروش فيا اللايك. وباي باي.